جولات وانت متصدر حتى ولو تم اقصائك مبكر. لكن شوفوا فريق هذا الشيء الاهلي بالضبط يا القعقع، مقطع كلامك بالاخير، هذا الشيء اللي وقع. يعني الريبنز كان يخسر واحده واثنين وثلاثه، لكن بجوله واحده تقريبا متصدر اليوم. بجوله واحده، نعم 29 كيل وبوي. يعني لو ما هو شكل ماناش نحكيو على 10 نقاط، نحكيو على تقريبا 42 42 نقطه تقريبا. يا اخي شو اللي عمل ثوره على مستوى نكسيرة. فريق الريفانز عمل ثوره، فريق قديم مديح، يعني من اللاعبين القدماء واللي عندهم تكتيك وذكاء. ولكن خلينا نمشيو للباز والاهلي والقائد بايو في مواجهه القائد الريمايند في هذه اللحظات. ناميس ولعب سيفوكس في محاولات ورا محاولات، ولكن شوف لي استهداف الاول والثاني. الاهلي يعاني باسقاط الاول. يا عالمي يا عالمي يا عالمي، محاوله استهداف لاعب نايميس او ناميس يستهدف، ولكن يستهدف ويقصى واحد بواحد. الريمايند يعود، الريمايند يعود. هنا باو المجنون، ولكن يردها في هذه اللحظات، ويكون الكيل رقم 7 سريعة جدا. كانت المواجهة في هذه اللحظات بين فريق الأهلي وعودة اللاعب سيموكس إلى الحياة، قائد بأتم معنى الكلمة ريمايند. يعني شفناه لقطة يوم أمس تبقى للتاريخ وتحسب له صراحة. شفتها في نفس الخارطة، ولا خارطة تكستير بين أمس واليوم عندها شهدت تاريخ كبير وشهدت أحداث كبيرة وتغيرات ولقطات مش عارف شو صار فيها هذه الخريطة هذه بين أمس ولا بين الأمس واليوم. هي الأمتع بهذا المفهوم يا قاقع، هي الامتع ما بين الامس واليوم. وشوف لي تشيلور بجمب شوت جميله كذلك على ولد الستاردي زيد الذي يسقط كذلك الان فريق جوكو فورس. عاجبني على مرحله الملحق، والله متعني كذلك على مرحله الملحق. كانه استفاق، كانه تحرر. وزيزوكس هنالك في موقف صعب، سيغير الاماكن وسيغير الوجهه على ما اعتقد. وكيف ستكون الوجهه والى اين يا زيزوكس؟ الى هذا المكان باطلاله جميله. تشيلور هنالك فريق الجوكو فورس أما الريدز يوسف الغير مقنعين بالنسبة للجماهير، وكذلك نحن في كذلك منصة التعليق ولا حتى في الاستوديو التحليلية. ويحيى ويوسف من سينتصر ضد جوكو فورس؟ ونشبه حرفيا هنالك انفجار ما بين الاثنين، لكن يحيى من ينتصر، يحيى من يقدم الجمال، يحيى من يقول لك أنا الثبات، أنا القوة، وأنا ولد جوكو فورس، أنا ب8 نقاط. لابد أن نذوق من كعكة الانتصار، أن نذوق من كعكة البوية، لكن وصل الدعم وجاء متأخرا بلاعبين اسطورة من هنالك. لوكو المبدعين الممتازين، اللاعبين الذين كانوا في التوب 3، لكن هنالك للجوكو فورس رجال وهنالك للجوكو فورس مبدعين. والجوكو يصل ل10 نقاطه. تشيلور اسقط لكن سيعود، تشيلور سيرجع. شوف لي زيزوكس، يا زيزوكس يا زيزوكس يا زيزوكس، لن يتوقف عليكم يا ريدز، سيحطم احلامكم، سينتصر هذا الجوكو فورس الذي في اشد المواقف قال بالحرف: لا نسقي الحياه بدلنا بدا، بل نشرب العزه ولو كان الكاس من الألم. هذا والجوكو فورس الذي يصنع الأفراح بأصابعه. أما رأيت ما زال لم يشفى الجراح، وزاد كسبنسي جراحا آخر. ما زالت الجراح لم تشفى في البداية، وزاد سيبنسي ليعمق جراحك أكثر وأكثر. هنالك عبدو ابن مثالي لفريق السيفنسي، الهادئ بطبعه، الفتى الذي يتحكم في زمام الأمور ويعرف كيف تؤكل الكتف في أصعب اللحظات. هذا هو لما نحكي على اللاعب المجتهد نتكلم على ولد السيفنسي. عبدو صراحه لاعب ممتاز، لاعب باي كيو عاليه. اما ريت ما زال لم يخرج من يعني خلينا نقول لم يخرج من قوقعه النتائج السلبيه التي طالته الليله. الجماهير تطالب بالقعقع او السيفنسي عن طريق سنوبي يسقط في هذه اللحظات. صراحة قاعد يقدم في أداء يذكر ويشكر. فريق السفن سي 7 نقاط، ولكن أعزائنا المشاهدين يعاني في هذه اللحظات. وعودة مارت كينج القائد المغوار هنا في هذه اللحظات. يا الله، الأول والثاني راسو طار. استهداف من فريق ريت يحاول التعديل. ريوكس عامينوس سيدوكس ونسنوبي البقية في هذه اللحظات النارية. هنا سنوبي واللاعب عامينوس العالمي. ولكن شوف، نعود بك اخويا الواعر، هل تتوقع انه فريق الريدز
نعود إلى فريق الريدز. هل هذا المستوى هو مستوى الحقيقي لفريق الريدز، أم يعتبر تمويه من فريق الريدز على مستوى الأيام الأولى من هذا الدوري؟ لا صراحة مانيش عارف ماذا أصاب الفريق. لا 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 لا, لا. بعيد ان نقول هذا هو مستوى الريدز يا قعقاع، لانك تعرف الفريق ونحن على درايه بان فريق الريدز يحاول ربما اليوم انه يظهر بتكتيك مختلف، يحاول يلعب على نقاط ضعف ويحاول يطورها، لان الفريق يقول لك ما عنديش مشكل، يمكن نخسر $500 في الاسبوع الاول ما نلعبش عليها، لكن نربح بعض يعني الاستراتيجيات اللي تفيدني في المرحله الثانيه في المرحله الثالثه وتاهلني دايركت ان شاء الله للفاينل، وتفيدني في مرحله الراش بوينت، تخليني ندخل لمرحله النهائي وانا يعني متفوق نوعا ما او نسبيا. يمكن هكذا تفكير الفريق، لانه شفناه بعدوانيه كبيره ومش ظاهره ابدا للفريق. لكن سيفوكس اصابه كذلك ما بين جيرارد وسيفوكس في لقطه جميله ما بين الاهليه، وهنالك الستار دي زيد يتجدد اللقاء، وريمايند يعود ليشفي صديقها، ينتصر كذلك ب 16 اليميناسيون. كيف حقق الاهليه لا نعلم، لكن نعلم بان فريق الريد وصل. جون من هنالك، نعم النكسي رضخوا للمطالب وغادروا بالاشباط. فريق الريد ينطلقون كالسهم في اللحظات، الاحمر في مواجهه الاخضر، ومن سينتصر في هذا الصراع؟ من هنالك سيفوكس، من هنا سيفوكس يلاحظ يراقب، لكن هنالك شوف لي الكره، ينطلق وكانه يعلم خطواتك يا سيفوكس، وكانه يقرا افكارك يا سيفوكس، وكان فنجان الاهلي شرب منه الريدز، وكان ريمايند لن يستسلم ابدا امامكم يا فريق الريدز. سيحارب سيقارع هذا الفتى مغوار، وفي كل ثانيه ينتظر منه الابداع وينتظر منه ان يغير المشوار، لكن لوكو ما زالت الاحلام مطارده، وها اللي قلت عليه ريمايند سيسقط احلامك، وكان هذا الفتى يعطيك الطعم وتبقى تلهث وراءها، وفي لحظه يسحب الطعم ويسقطك ارضا. الله على ولد الاهلي، والاهلي تعود بكامل العده والعتاد، والريدز يلاحقهم ب 14 اليميناسيون. كان المباراه الاخيره مباراه العوده للفرق الكبيره يا القعقاع. مش ممكن، مش معقول على هذه اللحظات فريق الريدز لحد هذه اللحظات يصطاد 14 نقطة، 14 كيل ثمينة لهذا الفريق. يحاول ليس بالتعويض، ولكن هذا الفريق أنا نشوف وأنا متأكد أن الأيام القادمة ستبين نية هذا الفريق كيف ستكون. أنا نأكد لك خويا الواعر أنه الأيام القادمة باش تبين لنا نية الفريق كيفاش تكون. لكن شوف لي على الاستهداف، الريدز والأهلي كالعادة والمعتاد ما زال الحوار يتواصل. هنا الصورة في مواجهة الريمايند، هنا MVP الجولة، MVP جديد MVP قديم، بطل جديد وبطل قديم. هنا بخوار، هنا عالمي، هنا تاريخ. يا الله يا سيفوكس، ماذا فعلت يا ريمايند؟ ماذا فعلت يا الأهلي؟ ماذا فعلت يا الأخضر بالأحمر؟ اختلط الأخضر والأحمر في هذه اللحظات. يا الله على 19 كيل. الريدز والأهلي الفريقان العملاقان، هنا البطلان تنافسا، ولكن الإسقاط يكون سريع ويكون مقصى كمركز 10 في هذه الجولة. الريدز يعاني باستمرار في يومه الأول، ولكن أعزائنا المشاهدين هل ستكون هنا هذا يومه الأول وما زالت في رصيده أيام، زالت الجولات تتواصل بهذا الأوان. ولكن شوف لي على فريق الريدز أو عذرا فريق الأهلي كيف يغير المكان مباشرة في استهداف في فريق الستارز. والستارز صعب البويا الفارتة يعاني الأمرين، 20 نقطة لفريق الأهلي. هنا أولى كوزاك هنا وينر يحاول الاستبعاد أو الانسحاب التكتيكي في هذه اللحظات. فريق الستارز تقريبا يعاني من نقص عددي، إعادة لعب جيرارد الحياة من جديد في هذه اللحظات 11 كيلو، ولكن اسقاط اللاعب الثاني. ولكن تقريبا المعاناة مستمرة. تغيير على مستوى نمط لعب فريق الأهلي. هذا الأهلي اللي تعودنا عليه، هذا الأهلي اللي عرفناه، هذا الأسماء اللي شفناها في سابق الأيام وفي قادم وفي شوفنا على سيفوكس قفزة أولى والثانية ويكون الكيل رقم 21. لا صراحة يا أخوي الواعر
نشوف في فريق الريدز والاهلي قاعدين يمشيوا بنفس النسق وبنفس الوتيره. الاهلي حصل يوم امس على بويه واحده، اليوم مازال ما ظهرش بالظهور اللي هو مطلوب للفريق. كان في خارطه كان اكستيريا وفي هذه الجوله الاخيره. فهذه الجولة الأخيرة ستعطيه دفعة معنوية ربما للأيام القادمة يا القعقع، للفرصة الثانية يا القعقع إلى مرحلة الأسبوع الثاني، لأن فريق الأهلي يلعب آخر مبارياته بالنسبة لليوم 21 إليميناسيون، وكأن الختام سيكون وردا، كأن الختام يا الأهلي سيأتي على طبق من فضة، وهنالك باز سيعاني الأضرار، باوس قطاردا وكذلك في معاناة، والريمايند يسقط أمام الصغار، ولكن هنالك ما زالت الأهلي بسيفوكس ما زالت حاضرة تتنفس في أراضي نكستيرا، لا يريدون الخروج أبدا. سيفوكس the last one standing، هذا المتبقي، وهنالك الأمال على كتفيك ملقاة يا سيفوكس، على كتفيك ملقاة الأمال. هل ستجبر الخاطر الأهلاويين يا الوليد يا سيفوكس؟ أما جوكو فورس هنالك زيزوكس يبحث على النشوة الانتصار، زيزوكس يبحث على أن يذهب لينام وهو منتصر، وهو ببوية تجبر خاطره وخاطر عشاق جوكو فورس. مديني يراقب الوضع، ويحيى يأتي على لاريت، يحيى يأتي على فريق لاريت بإسقاط نوكيدا 18 إليميناسيون انكريبل انتهى فريق جوكو فورس في المباراة الأخيرة. تزهر أيامك يا جوكو، في مباراة أخيرة تزهل أيام يا جوكو فورس. صراحة ستزهى وستضحك لك الأيام وستضحك لك آخر الجولات. الجوكو فورس يعود من بعيد ب 18 كيل، 18 نقطة لفريق الباز، أو عذرا محاولة تستهدف لفريق الباز، 18 نقطة إضافية. العودة في المباراة لفريق الجوكو. هنا يحيى يتشلور زيزوك ساعديني أعزائنا المشاهدين. هنا زنت صغار وقلوب اللاعبين كلها تحتار. الاريت الان وتكون خماسية في هذا الأوان. يا مشهزة، على أحاسيس تتحرك في هذه اللحظات. شوفني على الريفانج كيف تحاول العودة بهذه الإيرويت للرأيت وفريق الجوكو. الريفانج يتقدم مش من بعيد. هنا مديح باي على يد ديني بالكار. هنا الضغط يستمر. الزون تصغر شيئا فشيئا. انسحاب اول والثاني هنا من اليمين ومن اليسار. الجوكو يختار الريت في هذا المشوار. الله، والريت صوب باش فريق الريت. الجوكو من هنا وفريق الريفانج من هناك يسعى تكتيكيا، ولكن الاسقاط متواصل يا ناس. المينوس باي والامل الوحيد. هل سيعود الجوكو والعشرين وما زالت تزيد يا سحر العينين. مش ممكن، مش معقول. أي أحداث وفي هذه اللحظات. يا الله على 211 ال 211 تظهر الآن. نقاط تتوالى من هنا ومن هناك. وابل من الرصاص ينهمر على فريق الريمانج من أيادي فريق الجوكو. 20 كيلو ما زالت تطمع في الزيادة. هنا حسب النسبة المئوية. هنا للجوكو ماشية في الثنية 40% و29 للريت، 31 لفريق الريمانج تقريبا حسب نشوفه في التمركز على مستوى منطقة بلازاريا. هنا منطقة بلازاريا حيث تقوم حرب طاحنة، حيث تقوم الحرب الثالثة هنا العالمية. لمن ستكون النهاية ولمن ستكتب النهايات هنا، وما أروع وأجمل النهاية اختيار. ولكن هنا حسن الختام لمن سيكون يا مجنون. الضغط على فريق الجوكو من قبل الفريقين. ريت يضغط من هنا ومن هناك. يا مينوس 14 كيل من هنا ومن هناك. الجوكو يعاني على يد الريفانج، يعاني على يد الريت. 16 كيل. اللحظة المناسبة لخروجها من الوكر. الريت تخرج من الوكر، تخرج من الحماية في اتجاه الانقضاض على النصر. هنا هل ستحتضن نصر هذه الجولة الريفانج أم الجوكو أم الريت؟ الريت يختار الجوكو،
يختار الجوكو خاصة من النقص العددي. واحد يعاني ويسقط وينهار أمام مديح العالمي. يا الله من النهاية. هنا يعود من جديد في قمة المواعيد. بوم يا الله يسقط الثاني. الريفانش يعاني قفزة أولى والثاني، ولكن الريد سيتوج ببويا. اوي 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 ماذا نكستير اليوم يا قعقع؟ ايوه نكستير. شنو هذايا؟ شنو الله يا الله على فريق الار 8 مبدع. الار 8 في اخر مباراته اليوم كان مبدع صراحه. شو ريت اللقطه الاخيره ولا امينوس تقريبا ب 20 دم، ب 20 هاك يعني الاتش بي 20 تقريبا ولا اقل حتى من 20. كان الفريق يذهب في مهب الرياح. ثلجة قومت 3 لاعبين وكانت الاستراتيجية واضحة من الأول. فتح المجال أمام فريق الجوكو لاستهداف فريق الريفانج. أكيد فريق الجوكو باش يمشي مكان مفتوح باستعمال الأسلحة والطلق الناري السريع. خلينا أخويا نتعمقوش برشا في التحليل ونخلوا المجال لياسو عندها أكثر نظر وأكثر عمق في التحليل. احنا اخويا ما بقانا كان نقول لكم تصبحون على خير. لنا لقاء في مواعيد فري فايريه اخرى ونمشيو مباشره لاستوديو تحليلي. والله اعرق الصراحه، والله اعرق.